لذلك ربنا بيقول ايه بقى؟ يقول يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. يعني بيعاملك معاملة مين؟ معاملة المحب. الجبال قالت له اسقط على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الرب؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي في الله، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال، اللهم امين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. بدأتوا في التنظيفات ولا لسه؟ استعدتوا للاجازة ولا لسه؟ كل سنة وانتم طيبين. ينعاد الايام عليكم وعلينا وعلى الامة الاسلامية جميعا يا رب بالخير. الايام بتعدي بسرعة، العيد لسه باقي عليه يومين. ينعاد عليكم الايام بالفرح والهنا والسعادة يا رب وراحة البال، والاجازة كمان مبقاش عليها كتير، فينعاد عليكم الايام بخير يا رب. فالفيديو اللي فات نضفت معاكم الغرف بتاعه النوم بتاعتنا، والنهارده ان شاء الله هنضف معاكم الصاله بتاعتي او اوضه القعده، وهعمل معاكم الغدا بتاعنا كمان ان شاء الله. اتمنى الفيديو بتاعي ينال اعجابكم، وما تنسونيش يا بنات فضلا وليس امرا من اللايك بتاعكم الجميل تدعموني بيه، وكمان كومنت تقولي رايك في الفيديوهات بتاعتي. ولو انت لسه مشتركتيش اضغط على الزر تحت الفيديو، اضغط اشتراك وفعلي كلمه الكل عشان يوصلك منا كل جديد بنقدمه. اهلا وسهلا بالجميع. زي ما شفتوا كده انا قمت بدري في اليوم ده، خلي ولادي نزلوا المدارس بتاعتهم وانا شلت كل الفرش، لان انا عامله التنظيفات دي يا بنات من كام يوم قبل الصيام، لان انا كنت عارفه ان ذو الحجه هيدخل وانا عايزه اصوم، فكنت عامله التنظيفات بتاعتي قبل الصيام. الجو بقاله فتره عندنا ما شاء الله جميل جميل، حر يعني حر، ربنا المستعان. بس هو حلو في التنظيفات كده نحس بالصيف، الواحد مبسوط بصراحة بالأيام الحر دي، يحس كده ان الجو ان احنا عندنا صيف. الجو حلو بس شوية بيكون حر يعني، لأن الحرارة بتكون هنا شوية عالية. فزي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا شلت الستار بتاعتي عشان اغسلها بقى، استغليت الشمس حلوة والجو جميل. الله اعلم بقى بعد الاجازة هتكون عاملة ايه، فلما يجي الوقت حلو استغل ونضف البيت بتاعك. وكمان شلت الشبك ده يا بنات، او البتاع اللي احنا بنجيبه نحطه على الشبابيك ده من الناموس والحشرات. بصراحة كان عندي في الصالة علشان الصالة طول يعني في الشمس على طول، داب من الشمس وبدأ يتقطع فشلته، لكن عندي التاني اللي في الأوض زي الفل بنضفه وبمسحه وزي حلو جدا. انما هنا اللي في الصاله شلته عشان اعرف كمان انضف الشباك من بره كويس جدا. المقشه دي حلوه قوي يا بنات، انا جايباها مخصوص ان انا بزعب بها الحيطان وبزعب وبنضف بها الشبابيك بتاعتي، لاني نضفت بها الشباك من بره، لفيت عليها فوطه كده ونضفت الشباك من بره، على ما اني ساكنه في 3 دور، بس عملت انجاز بصراحه. نضفت الشباك من بره ومن جوه كويس جدا، وجبت ميه بصابون او ميه وصابون وخل، كمان ممكن تضيفي شويه خل معاهم، وتغسلي الشباك بتاعك كويس جدا وتعمليه بالمساحه دي، بتنضف لك الازاز كويس من الميه. وبعد كده بفوطه ناشفه بتنشفيه بيكون عندك زي الفل ومفيش عليه اي بقع ولا اي حاجه. بس كده ده اللي احنا عملناه في الشباك بتاعنا. وبعد كده ركبنا دي. انا بصراحه كان عندي موعد ونزلت ورجعت لقيت جوزي ربنا يبارك فيه يا رب هو اللي مركبهم. هو ليه بتاع كده يا بنات، بتيجي بتلزقيها وبعد كده بتاخدي مقاس الشباك وبتلزقي فيها الشاشه دي، بتلزقيها في زي بتاعه الجاكيت كده، بتلزقي فيها الشاشه بس بتثبت معاكي. وانا كنت مركبه اللي قبل كده بقالها كام سنه عندي زي الفل، بس طبعا خلصت الشمس حاميه فبدات تدوب. ودي شكل الصاله. طبعا شلت الركنه وكنست من تحتها ومسحت كويس جدا. السجاده انا ما غيرتهاش لسه، حلوه كويسه يعني السجاده، يعني تستحمل معايا شويه كمان. وهبدا بقى ان انا اشيل كل الحاجات ديت وامسحها. طبعا هنا المشابك بتاعت الستاير انا حاطه كل مشابك في جنب، لاني بحتار في المشابك بصراحه. عندي جنب من الستاير اكبر من الجنب التاني، فبتلخبط بين المشابك بتاعتهم، فتلاقوا انا حاطه المشابك كل مشابك في ناحيه في جنب. ومعايا البخاخ هنا ده طبعا اللي فيه معطر زي ما انتم عارفين من الفيديو اللي فات، بخ كده كل شويه على الركنه بتاعتي عشان ريحتها تفضل كده ريحتها معطره وريحتها حلوه قوي. طبعا شلت الفرش بتاعها علشان اغسله. انا بحط الفرش يا بنات الدفايات دي عشان القعده، الولاد ساعات بتنام هنا، الجو حر ساعات حد بيجي ينام في الصاله، فتبقى كده يعني مفروشه لو حد قاعد مثلا حد ينام كده يعني. بس وده بقى الجزء التاني بتاع المشابك بتاعتنا. والفرشه دي حلوه جدا، كنست بقى الشبابيك الاول يا بنات. عايزه شبابيكك بتاعه الالومنتال بالذات الاول تكون نظيفه، ما تعمليش فيها على طول الميه، اكنسيها الاول باي فرشه وبعد كده شفطها بالمكنسه وبعد كده امسحيها. طبعا كنت بوريكم الازاز، انا كنت في اليوم ده بقى كان لسه ما فيش صيام فكنا فاطرين، فبقول لكم الجو حر والواحد طول النهار بيشرب ميه، مخلي جنبه ازازه الميه. ودول بتوع طبعا الدبان، لان لما بيكون الجو حر تلاقي كده دبان دخلك في الشقه. بس شلت كل حاجه من على الترابيزه وبدات ان انا امسحها.
وهشيل كل حاجه من مكانها يا بنات، وتمسحي غيري كده غيري شيء. انا شلت، يعني انا شلت العفش بتاعي، ما غيرتش الاماكن بتاعته او النظام بتاعه، هو ما بيتغيرش. العفش عندي في الشقه بتشيليه وترجعيه نفس المكان، ولكن شيليه نضفي مكانه من الاسطف. بيكون في اسطف كتير على الدفايات متكوم تحت الكنب، ورا التلفزيون، الكراسي. يعني الكراسي هنا كان الحديد ديت بتاعها متكون عليها صف ناعم جدا، تراب كده ابيض، وبيجي على التلفزيون، ومهما تمسحي فيه طول ما الشمس موجوده على المكان ما بينضفش. هنا بدات ان انا برضو انفضهم الاول، واديهم رشه كده بالمعطر. كمان الكراسي كده تكون ريحتها حلوه، وكمان الكراسي دي حلوه عمليه، لانها مثلا لو فيها اي بقعه بتمسكيها على طول، تمسحيها بفوطه كده مبلوله ميه بتنضف معاكي. وشلتهم حطيتهم على الترابيزه. وكمان الابواب بتاعتنا هنبدا نعمل لها تنظيفه. طبعاً الابواب بتاعتي دي انا بنضفها على طول، يعني ايدي دايما فيها، بيكون عليها صف. وكمان بالذات اللي بيكون فيها فتحات من تحت دي بتكون فيها الصف او التراب. لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله، هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات. ده كمان باب الدولاب. هنا دواليب كتير، يعني الشقة في كل أوضة تقريبا، يعني كل فيها دواليب كتير يعني. احلى حاجه ان هم بيكونوا عاملين عندك في الاوض دواليب لكل اوضه. مثلا انا عندي الدولاب ده انا حاطه فيه كل المفروشات بتاعتي، فشايل عندي مفروشات، كل المفروشات بتاعت البيت، من الدفايات والحاجات التقيله وشاش المخدات والملايات والحاجات دي. وعندي دولاب في اوضه الولاد برضو بحط فيها الجواكت اللي ما بتتلبسش، وبحط فيها البطاطين، وبحط فيها الحاجات دي. فبتنفع جدا جدا الدواليب اللي في بتاعه البيت دي يا بنات. وده حاطه فيه الاكتريه الخزين بتاع البيت. كمان الحاجات اللي انا مش بستعملها كتير في المطبخ بحطها في الدولاب. بعد ما شلت بقى وكنست كويس جدا، جبت بقى ميه بالمعطر بتاعي وبمسح. انا بحب مسح الشرشوبه يا بنات، حاسه ان الشرشوبه ديت بتمسح لي، بتنضف لي الارض حلو قوي. وبالذات الشرشوبة دي انا كنت جايباها من مكان، يعني محل كبير بيبيع الادوات بتاعت اللي هي للشركات والمطاعم الكبيرة، فما فيش زيها في المحلات الصغيرة هنا. كده شكل الصالة بعد ما انا مسحتها كويس جدا. دخلت بقى على المطبخ اشوف هنعمل غدا ايه النهاردة مع بعض. كان الغدا بتاعنا في اليوم ده كان دبابيس فراخ، جبتها وغسلتها. بصوا يا بنات، في الدبابيس بيكون حته صفرة كده بتغلبك لما تيجي تشيليها بالسكينه. عارفين بقى انا بعمل فيها ايه؟ بقوم جايه دعكاها كده بشويه دقيق ذره وحطها على النار، بتفرقع، بتشيل الجلد الصفرة دي بكل سهوله، بتطلع معاكي حته واحده، ولا تقعدي تشيلي بالسكينه وتغلبك ولا اي حاجه. شيلها كده، اعملها بس بدقيق الذره كده، وحطها بس على البوتاجاز على النار كده، اكنك يعني بتحطها تتعمل من الريش. بس حط الحته الصفرة دي هتطلع معاكي بكل سهوله. هنا كان عندي تتبيله في التلاجة، كانت عاملاها بالطماطم والفلفل والكزبره الخضراء، وكان بقى عندي حطيتها، وحطيت شويه زيت زيتون، وحطيت معلقه صلصه فلفل، وعندي هنا بشر ليمون، وهاخد كمان معاها عصير الليمون. وحط بقى التوابل اللي عندك، الفراخ بتحب التوابل، تبلي بقى بالتتبيله اللي عندك. لو حطيت مع التتبيله دي ملح وفلفل كمان حلو جدا. انا حطيت ملح وفلفل وكمون وشويه من الكاري، وكمان حطيت اللهم صل على النبي، حطيت ايه تاني، وحطيت شويه من البابريكا وشويه شطه. وحطيت هنا كنت بحط الكاري، وحطيت مكعب مرق يا بنات، مكعب مرق كده من بتاع الخضار، بيديها ريحه حلوه قوي وطعم كمان. وحطيت شويه فلفل، شويه توم باودر. وحطيت هنا حوالي معلقتين كبار من الصويا صوص. وحطيت كمان معلقتين من الزبادي بقى. وتبلي بقى الفراخ واضربهم كده مع بعض كويس قوي بالمعلقه. وتبلي الفراخ بتاعتك دي كويس. حابه بقى تسيبها ساعه اتنين تلاته براحتك خالص. انا سبتها حوالي ساعتين كده لحد اخر النهار، بما ان الجو حر عند الولاد ما بيقدروش ياكلوا طول ما الجو حر. فعملت العشاء في اليوم ده متاخر شويه عن الميعاد اللي احنا بنتغدى فيه دايما. فتحت كده، عملت فتحات كده صغيره في الدبابيس. وكان عندي هنا جزر كنت مفرزاه، وعملت شرايح من البطاطس. عند الولاد بيحبوا البطاطس قوي مع الفراخ مع السمك مع الحاجات الصواني اللي بتكون في الفرن. فحطيت البطاطس كده زي ما انتم شايفين رصتها مع الجزر. ممكن تحطي هنا قرنبيط، ممكن تحطي بروكلي، ممكن تحطي اي نوع خضار مع في الصينيه دي. كمان تحت الدبابيس بيكون طعمه حلو جدا، بتشرب كله من بعضه وبيكون الطعم بتاعه تحفه. هبدأ بقى ارص الدبابيس بتاعتي، حابه ترصها باي شكل انت حباه.
انا رجعت على فكره عملتهم خلف خلاف تاني، يعني واحده عكس واحده بالشكل ده. وهبدا بقى جبت ورقه خبز، وهبدا بقى اغلف الصينيه بتاعتي وادخلها الفرن عشان تستوي كويس جدا. طبعا انا مسخنه الفرن يا بنات. قبل ما تدخلي الصينيه دي لازم تكوني مسخنه الفرن على درجه حراره 200 او اعلى درجه عندك. انا عندي الفرن بتاعي على درجه حراره 250. سخنت الفرن، حطيت الصينيه بتاعتي، قعدت اول ساعه كده، وبعد كده شلت الورق من عليها لما استوت، وسبتها تتحمر شويه. وهنا الستاير زي ما انتم شايفين كده في الشمسه. وجبت هنا فوطه، وبدات طبعا انا طول الفيديو انا اللي بصور نفسي بصراحه، ماسكه التليفون وبصور نفسي. ولكن هنا طبعا بنتي اجت من المدرسه، قلت لها تعالي بقى صوريني وانا بمسح الورق. الزرعه دي تحفه تحفه يا بنات، وحلوه جدا جدا جدا. انا بحبها، بتمد كده وشكلها حلو. بمسكها امسحها كده ورقه ورقه، ساعات بحطها كده تحت الميه تحت الدش، اسلط عليها الدش بس على الورق بتاعها ينضف. وكمان امسك ورقه كده انشفها بس كده. وجبت ستاير من بره، ركبتها. وده شكل بقى الصالة بتاعنا. يا سلام على النظافة بجد، لما يكون المكان متنضف بتكون ريحته وشكله جميل جميل، وريحة المعطر كده في المكان حلوة قوي. يلا بقى تشجعوا، واللي لسه ما استعدتش ولا تنضفتش بقى للاجازة، ملبوخة يا عيني في حاجة الاجازة يلا بقى استعدي، ما عادش الا كام يوم كده عن الاجازة. طبعا احنا ربنا المستعان، لان احنا الاجازة بتبدأ بنسافر على طول. فربنا المستعان بصراحة بيكون زحمة جدا. اخر ايام الاجازة دي بتكون زحمة يا بنات، وبتكون يعني ان عندك مواعيد، وعندك لسه الدراسة شغالة، وعندك انك تنظيفات، وعندك العيد كمان جاي. فكل سنة وانتم طيبين، يعاد الايام عليكم وعلينا وعلى الامة الاسلامية جميعا يا رب بالخير واليمن والبركة. فيلا كده حاولي تلمي امور بيتك وتلمي امورك كده على طول على السريع. واجازة سعيدة عليكم جميعا. وتعالوا نعمل الرز مع بعض. انا بحب اعمل رز بالزبدة يا بنات جنب الاكلة دي. فهنا حطيت معلقه من الزيت ومعلقتين من الزبده، وسبتهم كده يدوبوا كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنزل بالرز، كميه الرز بتاعتي، واشوحها كويس جدا مع الماده الدهنيه. في طريقه تانية كمان حلوه جدا للرز بالطريقه دي بالزبده. بتجيبي مقدار الميه بتاع الرز تغليه الاول، وتنزلي معاه الزبده يغلي كويس جدا والزبده تدوب. وبعد كده بتنزلي بالرز. بس انا بصراحه بحب الطريقه دي احلى، بحب طريقه التشويح الرز مع الزبده قبل ما اضيف الميه. وهضيف الملح، وهضيف كميه الميه بتاعتي على حسب كميه الرز. بس كده. ودخلت صينيه الدبابيس بتاعتي. بصراحه انا قدمتها بالصينيه كده على طول من الفرن على السفره. بعد ما استوت معايا حشت الغطا بتاعها وسبتها كده اتحمرت كويس جدا، وخدت اللون الاحمر الحلو ده. عملت سلطه خضراء، وعملت بتنجان مشوي، وعملت جرجير ورز وبس كده، وبألف هنا. ودي غدانا النهارده، غدا بسيط وسهل كده بسرعه على السريع. ممكن تتبلي الفراخ بتاعتك من بالليل لو انت عندك شغل تاني يوم زي حالاتي كده وتنظيفات، وبس هتحطها في الفرن. بس كده يا بنات، الفيديو بتاعنا النهارده خلص على خير. اشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير في فيديو جديد. وما تنسونيش يا بنات من لايك وشير وسبسكرايب للقناه فضلا وليس امرا. واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ينعاد الايام عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب بالخير واليمن والبركه في رعايه الله. مع السلامه.